وصلني من الرسائل مشكلة صاحبتها بتتكلم إن أبوها وأمها عايزين يجبروها على الجواز بحجة إن سنها بقى 25 سنة وإن هي كده فاتها قطر الجواز. ومن هنا عايز أقول لكل أب ولكل أم عايزين يجبروا بنتهم على الجواز، انتم مش بس بترتكبوا جريمة في حق نفسكم ولكن كمان في حق بنتكم، وهيبقى عليكم ذنب كبير في حق بنتكم اللي انتم بايديكم بتطفوا فيها كده كل حاجة جميلة، انتم بايديكم كده بتطفوا نور في حياتكم. ده غير كمان انه في الاصل مش من حق الاب ولا الام انهم يجبروا بنتهم على الجواز، لا شرعا ولا قانونا، ولا ينفع انهم يجبروها انها تعيش مع حد هي ما بتحبهوش ولا متقبلاه نفسيا ولا جسديا. والبنت لما بتتمسك بحقها في الرفض فهو حقها شرعا وقانونا ومش عليها ذنب في حاجه. فاوعى تجبر بنتك على الجواز، انت كده بتهدم بنتك وبتهدم بيتها مستقبلا بالاجبار ده. وبلاش الحجج اللي ملهاش لازمه، اصل سنها كبر، اصلها هي كده مش هتلحق الجواز، كل ده كلام فاضي، ولا تفكر بقى في قطر جواز ولا ميكروباص جواز. واعرف ان بنتك لو فضلت في بيتك مرتاحه هيكون افضل بكتير من انها تبقى كل يومين راجعه لك بمشكله وعايزه تتطلق، ساعتها انت اللي مش هتبقى طايق نفسك ولا طايقها، ولكن هي مش عليها ذنب في حاجه. وما تلومهاش لكن لوم انت نفسك.